السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصي بقى، دي احلى تحلية سريعة جدا، بتتعمل دايما في الصيف لاولادك، لضيوفك. بصي، حاجة كده في منتهى الجمال، كريم كراميل. بصي شكله ومنظره. بصي حاجة كده بتتعمل بثلاث مكونات من البيت، مش مكلفة خالص، هتشرفك في قدام ضيوفك، واطفالك كمان هيحبوها. دي من الحاجات اللي بتتعمل دايما في الصيف لاولادنا. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين المنظر؟ حاجة كده ما شاء الله والله، وطعم جميل جدا. وكمان انا مش مكلفة لك، دي بثلاث مكونات بس عشان تقدري تنفذيها. تمام؟ عايزة بقى تعرفي الطريقة؟ يلا نشوف الطريقة مع بعض. هنجيب هنا معانا حاجة، معانا كوباية، اقل من كوباية سكر، واقل من ربع كوباية من المية عشان نكرمل السكر. تمام؟ اهو. هننزل بقى وهنسيبه، مش هنقلبه خالص، هنسيبه كده لغاية ما السكر يبدأ يدوب معانا، وتخليكي واقفة عشان ما يتلسعش منك. اهو السكر بصوا ابتدى ايه، يدوب اهو، شايفين؟ ويبدأ ياخد اللون معانا. اهو وصلنا للون اللي احنا عايزينه اهو، ميبقاش افتح من كده. هتجيبي بقى ايه القوالب بتاعتك اللي انت هتصب فيها ايه السكر بتاعك اللي انت دوبتيه، الكراميل. خلاص، هنوزعه كده بالطريقة دي عشان بيمسك بسرعة. هنجيب بقى هنا القوالب بتاعتنا، دي قوالب سيليكون، هتوزعي فيها اهو الكراميل. لازم يتوزع بس على طول، عشان لما بيقعد بيجمد وبيمسك اهو بالطريقة اللي انت شايفاها دي. خلاص هنا وزعنا الكراميل بتاعنا. هنجيب بقى هنا البولة وهننزل بيها ببيضتين سلام. تمام؟ بسم الله. وهننزل بصفار بيضتين. هي الوصفة كده يا جماعة عشان الكريم يبقى متماسك معاكي، مش هينفع نحط 4 بيضات كاملين. وهننزل بقى اقل من نص كوباية من السكر، وورقة فانيليا، وذرة ملح صغننة. خلاص، وهنقلب بقى كل الخليط ده بالمضرب السلك بتاعنا. بصي وصفة سهلة، يعني هي دوبك مثلا البيض واللبن والسكر، يعني بثلاث مكونات من البيت، مش مكلفه لك خالص، وسهله واولادك هيحبوها. معانا هنا لبن يا دوبك احنا مدفيينه، مش مغلي يا جماعه، اللبن ما يتغليش في الوصفه دي، لازم يبقى دافي. وهتنزلي بيه تدريجيا واحده واحده كده، وهتبداي تقلبي فيه عشان البيض ما ياخدش معاكي سوا. خلاص هنبدا بقى نقلب اهو، بسم الله زي ما انتم ما شايفين. خلاص قلبنا اهو. هنجيب بقى هنا حاجه تانية ومصفى، هنبدا نصفي معانا الخليط بتاعنا عشان الريم اللي على الوش ده اهو، شايفينه؟ اهو شلناه. خلاص، لو في اي حاجة هتشيليها كده بأي حاجة. خلاص خلصنا. هنبدأ نصب بقى في القوالب بتاعتنا، بسم الله. زي ما انتم ما شايفين اهو، سهلة جدا يا جماعة، ما خدتش معانا اي وقت، هتفرحي بيها اولادك. عندك ضيوف هتقدري تعمليها قبلها بساعة، هي خدت بالظبط في الفرن ساعة. يعني بصي هتحطيها في الفرن ساعة بالظبط كده، وهتلاقيها استوت على طول. خلاص صبنا هنا القوالب بتاعتنا. هتجيبي بقى صينيه اكبر، مقاس اكبر، وهتنزلي فيه بيها بالكريم كراميل بتاعك اهو. بسم الله بسم الله، بالراحه كده عشان ما يتدلدقش معاكي. وهنكون غاليين ميه، وهنبدا ننزل هنسويه في حمام ميه يا جماعه، كريم كراميل بيستوي في حمام الميه. خلاص، بسم الله بالراحه كده عشان الميه ما تجيش فوق على القوالب بتاعتك. وهتغطي كل الكلام ده بقى بالفويل، وهتدخليه الفرن على فرن سخنه. خلاص بيقعد ساعة بالظبط. بصي بقى طلعته معاكي بعد ساعة بالظبط. بصي الشكل، بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال. وكمان كفاية ريحته وطعم جميل جدا، ويعجب أولادك، هيشرفك قدام ضيوفك. لو عجبك بقى يا قمر، يا ريت تشتركي في القناة، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم على أحلى متابعين في الدنيا.